بتجهز شقتك او بتجدد، اكيد هتسمع السؤال ده: سيراميك ولا بورسلين؟ قرار بسيط بس تأثيره كبير في الراحة وفي الشكل وفي الميزانية. خلينا في الأول نعرف إيه الفرق بين السيراميك والبورسلين. السيراميك مكون من طبقتين، طبقة الخزفية وكمان طبقة فوق بتبقى لامعة، أما البورسلين بيبقى طبقة واحدة بس مضغوطة. الاختلاف ده بيخلي السيراميك ممكن يشرب مية لو اتثابت عليه، البورسلين لا. بس ده مش معناه ان السيراميك وحش، كل واحد فيهم ليه استخدامات. السيراميك عملي والوانه كتيره وسهل تركيبه، بس لو اتخبط جامد ممكن يتشق. اما البورسلين هو متماسك، صعب يتكسر، الوانه كتيره، لمعته مختلفه، وبيعيش فترات اطول، بس تركيبه محتاج صنايعي ماهر جدا، وكمان بيحتاج ماده مخصصه عشان يتلزق. بالنسبه للسعر فالسيراميك سعره معقول، بيبدا من 150 جنيه، اما البورسلين فبيبدا من 450 جنيه لحد 2500، وده طبعا على حسب النوع. فرق السعر هيبان معاك قوي 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 لو عندك مساحات كبيره، ساعات بيكون بيستاهل، وده طبعا على حسب استخدامك. طيب نستخدم ده فين وده فين؟ ارضيات الحمام والمطبخ وحوائط الحمام البورسلين مناسب جدا جدا جدا. الريسبشن او الاماكن اللي بتستقبل فيها ضيوف البورسلين هيديك فخامه. بالنسبه بقى للغرف وحوائط المطبخ السيراميك مناسب جدا جدا جدا. خد بالك بقى من شويه حاجات قبل ما تختار بين السيراميك والبورسلين. بالنسبه للنظافه الاتنين بيتنضفوا بسهوله، بس لو بتدور على حاجه ألمع فالبورسلين هيديك شكل انضف لفترات اطول. تاني حاجه بقى امتصاص الميه، وزي ما قلنا البورسلين امتصاصه الميه اقل، وبالتالي هستخدمه في الاماكن الرطبه زي الحمام والمطبخ. تالت حاجه التركيب، وتركيب البورسلين مكلف جدا جدا عن تركيب السيراميك. اول حاجه انت محتاج صنايعي شاطر جدا، وبالتالي هياخد فلوس اكتر، بالاضافه طبعا ان انت محتاج مواد خاصه عشان تركب بيها البورسلين. رابع حاجه الاشكال، هتلاقي اشكال مختلفه وكتير جدا من الاثنين، تقدر تختار اللي انت عايزه بالسعر اللي هتقدر عليه. وفي الاخر مفيش اختيار صح واختيار غلط، في اللي يناسبك ويناسب شقتك ويناسب اختياراتك وطبعا ميزانيتك. لو عايز حاجه تعيش وشكلها حلو وميزانيتك تمام يبقى البورسلين. لو بتدور على التوفير وكمان حاجه عمليه السيراميك هيفي بالغرض واكتر. قول لنا تحت في الكومنتات انت نويت على ايه، ولو عندك سؤال سيبه وهنجاوب عليه في فيديو مختلف. ودايما بنقول جوه البيت التفاصيل هتعيش معاك. لو عايز تعرف اكتر عن التشطيبات او اي حاجه موجوده جوه البيت اتاكد ان انت بتتابعنا. اعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب واعمل لايك لصفحه الفيسبوك، هتلاقي كل الروابط بتاعتنا موجوده في اول كومنت على صفحه الفيسبوك او صندوق الوصف اللي موجود في اليوتيوب. جوه البيت التفاصيل هي اللي هتعيش معاك.